اكتر حاجه بتضايقني في الانمي هو عدم اهتمامهم بالشخصيه النسائيه اللي موجوده في اي انمي تقريبا. هو في تصنيفات زي الشوجو والحاجات دي كلها مخصصه للبنات، بس دايما بتحس ان البنات مهمشه جدا في الانميات دي، رغم ان اليابان المفروض ان هي كوكب اليابان ومتحضرين وعارفين اهميه البنات. لا، بيستخدموا البنات بطريقه مش لطيفه. فالنهارده هقول لكم افضل 10 بنات انا بحبهم في عالم الانمي، وهقول لكم برضو شويه بنات مش هحدد قد ايه انا ما بحبهمش. بانكاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي دينا وبقدم محتوى أنمي. لو بيعجبك اللي أنا بقدمه يا ريت تشترك وتعمل لنا سبسكرايب، وكمان يا ريت قبل ما نخرج نعمل لايك، وما تنساش لو سمحت تعمل لايك قبل ما تخرج، بليز بليز بليز. أكتر حاجة عشان البنت تدخل القائمة بتاعة دينا هي لازم تكون قوية، لازم تكون ما ينفعش تكون ضعيفة. أنا ما عنديش بنات ضعفاء، الكلام ده بقى واللي هو كان ومش عارفة ايه ومش، ما عنديش الكلام ده وما بحبوش. فتعالوا نشوف القائمة البنات القويات اللي أنا بحبهم. المركز العاشر من انمي سباي اكس فاميلي، يور. بحبها جدا، بنت بيور جدا وبتضحكني جدا بالحاجات اللي هي بتعملها. قوية ويتخاف منها اي موقف، لما انيا بتنادي عليها انا بعشق الكلام ده. فعشان كده المركز ده يا شباب مش هيبقى اليور لوحدها، هيبقى انيا، عشان انا بحب البنت دي. ده تطبيل بصراحه، هي انيا مش قويه بس هي تطبيل، اما تكبر تبقى قويه زي القمر. هي المركز التاسع من انمي فول ميتال الكيمست براذر هود، ارمسترونج. مش فاكره الاسم الاولاني بس هي كانت من عائله ارمسترونج. بصلي على الجمال، بصلي على الحلاوه، بصلي على القوه. الشخصية القوية بتقود بمكان في التلج ووحش واقف ولا هممها، رغم ان اخوها ضار في الدولاب وهي بتقود العيلة. بجد بحبها قوي قوي، جمالها تحفة وقوية وبتاخد قرارات بصراحة. يعني فولميتر من اكتر الانميات اللي احترمت البنات جدا، الشخصيات اللي البنات كلها ليها دور كويس، والبنات كلها مش ضعفاء ومقرفين وملزقين. كل البنات لو بصيت حتى كانت المعلمة بتاعت ادوارد والفونس كنت بحبها قوي برضو، كانت قويه. فبجد فول ميتال عشان المؤلفه بنت، فعرفت تحط البنات ازاي. المركز الثامن، وده مفاجاه بالنسبه لي، ان انا احط المركز ده. حبيتها فجاه ودخلت في قلبي فجاه، ومتوقعتش ابدا ان احطها في العشرة. ماو ماو من انمي مذكرات الصيدلانيه. بنت زي العسل، هي المفروض طبيبه صيدلانيه وبتقدر ان هي تتعامل مع اي نوع من انواع السموم. شخصيتها قويه، ما عندهاش اي نوع من انواع التلزيق، هي ما تعرفش يعني ايه تلزيق، هي حياتها دوق السم. هي اكتر حاجه، احلى حاجه في لحظتها ان هي تدوق سم. وانا بجد اتمنى ان المانجا تكمل، لان في حصل مشكله للمؤلف او حاجه زي كده، واتمنى الجزء التاني يعلنوا عنه، لان بجد الانمي كان لطيف، ولكن لا انصح بيه خالص لمن هم اقل من 18 سنه. المركز السابع من انمي اتاك اون تايتن، القمر هانجي. هانجي في السيزونات الاولانيه كانت بتموتني ضحك، احنا كلنا بنتعاسر ومش عارفه مين، وهي كانت بتضحك، كانت عندها ضحكه حلوه كده مع العمالقه. وايروين مات، حطها في مسؤوليه، طفتها تماما، وخصوصا لما شافت ليفاي في الحاله دي وحاولت ان هي تعالجه. البنت اتحولت تماما، هي مش مسؤوليتها ان هي تبقى قائده فيلق الاستطلاع، لكن حاولت تعمل كل اللي عليها. المركز السادس من انمي ناروتو، تيماري. بحبها جدا، اول ما ظهرت انا نرفزت قوي، والفايت بتاع شيكومارو لما انسحب قلت انت عبيط ما تديه على دماغها. بس بعد كده عرفت ان هي اصلا متربيه من جاره يعني اخت الجاره والتاني ده، فانت اصلا متربيه في رعب، يعني لازم تبقى شخصيتها عامله كده. وهي لطيفه وقويه، ومش عارفه ليه في بوروتو حولوها بالشكل ده يا جماعه، عشان انا شخصيتي قويه مش لازم اضرب الواد وجوزي، يعني مش فاهمه. يعني تيماري من مفضلاتي من زمان. المركز الخامس من انمي جوجيتسو كايسن، نوبارا وماكي. الاتنين في كفة واحدة عندي، بس ليه ما حطيتش ماكي دلوقتي؟ انا يعني الاتنين بحطهم في مرتبة واحدة، يعني هنقول دي نوبارا وماكي، بس انا ما شفتش ماكي كتير، ما شفتش فايت لماكي بقى اصلي، بس انا عارفة ايه اللي هيحصل في المانجا، انا عارفة شكلها هيبقى عامل ازاي. فانا منتظراها لما اشوف الكلام ده عشان ارجعها مكانها تاني. لكن اللي انا شفتها نوبارا، وشفتها وهي بتفايت في تشيبويا، فهي كانت بالنسبة لي بنت برضو قوية ولطيفة جدا، بتعرف تتصرف. وبرضو يعني مش هنحرق، بس هي بغض النظر اللي حصل لها في المانجا ايه، بس انا بحبها قوي قوي. المركز الرابع من انمي بليتش، يوروتشي سان. يوروتشي انا بحبها قوي من اول ما ظهرت، والمفاجاه ان هي طلعت القطه السودا دي كانت اكتر حاجه صاعقه في حياتي. انا كنت لسه بادئه اتفرج على انمي بليتش، فلو ايه ده طلعتي قطه. عندي اعتراض طبعا على بعض سلوكياتها، لكن هي قويه وحره. لو في حد هيحط لها قواعد او حاجه، هي ما بتحبش تلتزم باي قواعد، لدرجه ان هي ممكن تسيب السولو سوسايتي كله وتهرب. فانا بحبها لانها فعلا بتعمل كل اللي هي عايزاه من دماغها.
المركز الثالث من انمي ناروتو ساكورا. اللي هيتابعنا هيستغرب، وليه ما انتي بتدافع عن ساكورا وطلعنا مش عارفه ايه، مش حاطاها في المركز الاول؟ يا جماعه يا جماعه، انا ساكورا بحبها وكل حاجه، بس هي مش المركز الاول عندي. بس انا بيصعب عليا الانفعال الرهيب الشديد الشنيع لما يتم ذكر اسم ساكورا، تلاقي ناس اتشنجت. ساكورا ليه يا شباب؟ انت لو ما بتحبهاش عادي، ما كلنا مش هنحب كل الشخصيات، بس التشنج اللي بيجي للناس من اسم ساكورا ده نرفزني وخلاني اقعد اقول انا بحب ساكورا، انا بحب ساكورا، انا بحب ساكورا. اللي هو يا جماعه ليه بتعملوا مع كده؟ البنت عسوله وما بتعملش حاجه، شويه غلطات في كل يعني مفيش حد من يعني شخصيات الانمي اللي احنا تابعناها ما بيغلطش، بس انتوا ماسكين لها على الواحده ليه؟ معرفش. ساكورا بنت جميله قويه، قدرت ان هي تقوي نفسها وتوصل لمراتب عاليه جدا يعتمد عليها، فعشان كده هي عندي في المركز الثالث. المركز الثاني صدمه. استعد كده عشان هصدمك جامد قوي بقى في المركز الثاني كده. يلا مستعد؟ 1 2 3. الانمي المحقق كونان، بنتي حبيبتي ران. في بينا علاقه غريبه، يعني انا بحسها ان انا عايزه تبقى صاحبتي، يعني انا نفسي تبقى ران صاحبتي بجد. يعني انت عارف قد ايه هي لطيفه، مستحمله خطيبها المتخلف اللي عمال كل شويه يقول لا اصل انا في قضيه، اصل انا يا ابني قضيه ايه؟ ما تيجي اشوفك. لا اصل انا معلش يقف ظل يظهر لها كظل كده، اصل انا مش عارف ايه. مستحملاه عادي وبتحب. ابوها وامها متخانقين ومتطلقين، هي قاعده مع ابوها عشان ابوها لا مؤاخذه بيشرب جميع انواع المسكرات ومش مركز، فهي لازم تيجي بعد المدرسه تنظف المكتب وتصحصحه عشان يشتغل. تحس ان هي يعني حنونه. ده غير كل ده ان هي بطله كاراتيه وبتعرف تتصرف نفسها وبتدافع عنهم في مواقف كتير. هتيجي تقولي اصلا اول ما بتشوفي الجثه بتصرخ. يعني هنقول نكته مثلا او ما اشوف الجثه، ولا هعمل لك ايه يعني؟ هو انت لو شفت جثه هتقعد تضحك؟ ولا اكيد هتصرخ. يعني ان هي بتصرخ انتوا بتكرهوها عشان هي بتصرخ، ده يعني كان حاجه غريبه جدا. المركز الاول بحبها قوي، بحب ميريليونا قوي من بلاك كلوفر. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه يا جماعه البنت اللي الرجاله بيقفوا لها على شنب دول، ما بيقدروش يكحوا معاها، ولا بقى عايزه ولا يهمها اي حاجه، ولا اي عايزه قوه. هي قويه. الفيلم لما هي كل واحد خد له 3 بيفايتوا امبراطور، هي فايتت لوحدها واحده. ايه يا بنتي الافتراء ده؟ انت مفتريه. انا من كل قلبي من كل قلبي ان بلاك كلوفر يرجع ونتفرج بقى عليه عشان انا زهقت. وزي ما في بنات انا بحبها قوي، في بنات انا بكرهها قوي. فتعالوا نشوف البنات اللي انا بكرههم. مش هرتب، بس هقول لكم بعض الاسماء كده، بس انتظروا اخر 2 لان دول انا بكرههم بجد بقى. يعني الاسماء اللي جايه دي عادي، يعني ما بحبهمش، بنات ما بحبهاش، لكن في بكرههم بقى. هم اخر 2. تعالوا نشوف. بيتو من هانتر اكس هانتر. هو احنا لا مؤاخذه يعني يعني ما نعرفش هي ايه، بس هم بيقولوا ان هي بنت، فلو هي بنت انا بكرهها. معانا بعد كده ساتومي او ساتومي من انمي باراسايت. بص يا مؤمن، يعني هي صاحبه البطل، عشان اللي ما شافش باراسايت هي صاحبه البطل. حلو، البطل هيمر بحاجات بعيد عنك، ما اقولكش، وفايلات ونيل على دماغه. هي كل اللي بتقول كل الحلقات هل انت حقا شينشيكون؟ يا ستي ما هو لازم هيتغير. هل انت حقا شينشيكون يا بنتي يا حبيبتي؟ ما ايوه انا زفت. هل انت حقا شينشيكون؟ بس انت متخيل ان انا كمؤلف مانجا وانمي انا بكتب بس الدور بتاعها، هي بتطلع تقول حاجه واحده بس. هل انت حقا شينشيكون؟ من انمي بليتش اوريهيمي. هي قويه من حيث الشفاء، يعني هو مديها قدره، المؤلف مديها قدره شفاء حلوه. البنت نوعا ما لطيفه يعني، بس هي مستفزه بكوروسوكي كون. وهو مستفز اكتر. خلي اقول لك حاجه، كوروسوكي كان مستفز اكتر لانك ما ينفعش تبقى اتحولت المنخل حرفيا ماشي واقول كوروسوكي كون يقوم وقع من دور ال20، كوروسوكي كون قام والنار ماسكه فيه مثلا 3 ايام، كوروسوكي كون خرج عادي. من انمي ديمون سلاير شينوبو. شينوبو مش بكرهها ومش بحبها. انا قلت قبل كده هي بس بتستفزني شويه، بس انا سمعت ان قاتل الشياطين اول فيلم هيبقى قصتها، هي هتبقى محور القصه. هل تستطيع شينوبو تغير رأيي فيها وتثبت لي ان هي انسانة قوية مش واحدة مستفزة وبتقول موشي موش بس كده؟ يعني عايزة اشوف بقى قوتك. انا ممكن شينوبو من الناس اللي محطوط عليها علامة ان انتي تشتري من قائمة الناس اللي انا بحبهمش وتتحطي في ال10 بتوعي ممكن. من انمي ناروتو هيناتا. انا مش بكرهها بصراحة، هي لطيفة جدا بس برضو مستفز. كسوفها الاوفر من ناروتو مستفز، حبها الاوفر لناروتو مستفز، ان هي ما بتعملش اي حاجه وكل الجمهور بيحبها اكتر من ساكورا، ده حاجه مستفزياني برضو.
لكن هي لطيفة بصراحة وأم حلوة جدا في بوروتو. هنيجي بقى لأكتر 2 بكرههم، وقلت لكم استنوا في الآخر عشان أقول لكم مين أكتر 2 بكرههم من أنمي ناروتو. ها اتوقع مين؟ كارين. يا لهوي على سخافتك يا بنتي، وانتي بتجري ورا ساسكي على السخافه والسقاله، رغم ان في بورتو عملت اول الحلقات كده موقف جدعنه، بس لا. من انمي بوكو هيرو اكاديمي، من برضو الانميات اللي مش مهتمه بالبنات خالص، يعني القصه حلوه، الكلام ده حلو، بس انت ما عملتليش بنت قويه ليه زي ميدوريا وزي باكاجو ليه يعني. بس انا من اكتر الناس اللي بكرههم في بوكو هيرو هي توجا. دي انا ما بقدرش يعني. بص، اي حد من البنات اللي انا قلتهم بعتذر لكم لو انا ضايقتكم ان انا بكرههم، بس كارين وتوجا لا. لا، كارين وتوجا احنا هندخل في فايت، انا ما بحبهمش خالص. توجا لا قصة ولا نهاية ولا قوة، ومقززة وملهاش اي فلسفة. ايه يا بنت ده؟ انت ايه ده؟ طبعا انا في الاخر بحترم اي حد، اكيد بحترم اي حد بيحب الشخصيات دي، وكل واحد ليه ذوق، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع يا شباب. واخيرا اتمنى من يوم من الايام ان انا اشوف الانمي البطل بتاعته بنت، وانمي يكون مشهور ومكسر الدنيا زيه زي الانميات دايمون سلاير وجوجيتسو كايسن والكلام ده. تقولي لي ما في كلايمور وفي، لا ما تجيبليش انميات من البير وتقولي دي كانت بطولتها بنات نسائيه. لا، انا عايزه انمي يتشهر يكون بطوله بنت قويه، مش معموله فان سيرفيس، مش معموله عشان تطلع تقول مصطفى كان واحمد ايه يا جماعه؟ ده احنا يعني ايه؟ ده حاجه مقززه جدا. فاتمنى اليابان تفوق وبطل القرف اللي بتعمله في الانميات ده، عشان كلنا نتفرج ونستمتع. يعني اعمل لي بنات عاديه ما فيهاش حاجه. عموما لو وصلت معايا لغايه هنا في الفيديو انا بشكرك جدا، انت مستحملني كل ده. ولو ما عملتش لايك اعمل لايك قبل ما نقفل الفيديو، اعمل لايك قبل ما نقفل الفيديو لو سمحت. وبجد شكرا ان انتوا كملتوا معايا لغايه هنا، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.